الكثير صراحة، يعني حتى نحن اللي نشوفه في دولة الإمارات، أن المواضيع اللي هي المهمة اللي تهم البشر، اللي تهم الناس، اللي هو المسكن والمأكل والرواتب والأمور هذه كلها. ولكن يوم عن يوم نكتشف في أشياء ممكن الواحد ما يخطر على باله. الإمارات في يعني وصلت لأي مرحلة من الاهتمام، مو بس في الإنسان، لا لا، حتى الله يعزكم الحيوانات، البهيمة. أنتم تشوفون اليوم القطاوة اللي في الشوارع هذه، كموقف أو واقع حصل لي. أنا طلعت من فترة عند البيت ولقيت 4 أو 5 قطاوة صغار كيتنز، أعمارهم ما توصل حتى أسبوعين، محطوطين في مكان في مواقف السيارات، وما حد عندهم. والجو حار، أنا صراحة ما هانوا علي إن أخذهم. رجعت حطيتهم في بوكس شي صغير، شليتهم معي، ولا أشوفهم هم يا تربع. قلت بل الحين أروح بخالد، بتنهد علي. المهم، يوم كنت مبطل بطلت باب السيارة، شفت عبدت معي داخل، فمبين عليهم إن منهدين من الحر. أخذتهم واعتنيت فيهم في البيت لمدة تقريبا شهر شوي. شفت أمورهم تمام كل شيء، و طبعا قصصت اللي هم أظافرهم، وأحب ألعب أنا في القطاوة الصراحة يعني. آه، قد بطلعهم تبني. وطبعا انا يوم يا بطلع القطاوه للتبني، كنت مشترط ان الانسان او الشخص اللي بياخذ القطاوه هذيل آه، يعتني فيهم، يكون موفر لهم كذا وكذا كذا اشياء، يعني تكون من مستلزماتهم. مر الوقت ما حد اخذهم صراحه. يوم يسالوني اقول بصراحه انا حصلتهم في الشارع كذا كذا كذا، فتعال يقول لك شارع ما ادري كيف، يخافون امراض وكذا يعني، مع ان كانت صحتهم طيبه الصراحه. المهم، انا خلاص انا يعني ابى اشوف حد، شو اسمه، جلست اشوف اللي هم الملاجئ والامور هذه كلها. فيا قالوا لي اتصل على 800 3 خمسات اللي هم منصه او حكومه ابو ظبي، اللي يسمونهم تم الحين، وهم راح يرسلوا لك يعني فريق مختص بياخذونهم بيودونهم لمستشفى الصقور في سويحان، وراح يعني لهم اجراءاتهم. يعني انا اتاكد، قلت له اهم شيء ما يتم التخلص منهم بالطريقه اللي هم الاعدام والامور. قال لا لا، ما في من هالكلام هذا، دام صحتهم طيبه راح يتم بس تعقيم الام عشان موضوع الانجاب والتكاثر وكذا وكذا وكذا، والصغار بيعتنون فيه، بعدين اتوقع يطلعون تبنيهم. فهذه فكره يعني كيف وصلت مرحله الاهتمام حتى في عزكم الله الحيوانات. وبخبركم بعد في تسجيل ثاني قصه كيف راح يعني تحافظون انكم تملكون هالحيوانات هذه. والسلام عليكم.